سادتي سيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية نزفها إليكم من الفضائية الإريترية، ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة نستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته الرسمية لروسيا. منتخب إريتريا للدراجات سيشارك في بطولة العالم التي تستضيفها اسكتلندا. مبادرات لحل نقص الفصول الدراسية في منطقة كازين بالإقليم الأوسط. دول غرب افريقيا تفرض حصارا اقتصاديا على النيجر وتلوح باللجوء للقوة. عشرات القتلى بتفجير انتحاري في شمال غرب باكستان. وانتعاش اقتصاد منطقة اليورو وتباطؤ التضخم في يوليو. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عاد فخامة الرئيس أفورقي مساء اليوم إلى البلاد مختتما زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية من 26 من يوليو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وشارك الرئيس أفورقي خلال الزيارة في منتدى إفريقيا روسيا المنعقد يوم 27 و 28 من يوليو في مدينة سان بطرسبرغ، وألقى كلمة في المنتدى، كما التقى بالرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين آخرين تناولت تمتين وتطور العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة التعاونية وتطورات الأوضاع في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقام فخامته بزيارة تفقدية لمختلف المؤسسات في روسيا، وشارك أيضا في اليوم الوطني للقوات البحرية الروسية. رافق الرئيس أفورقي في زيارته لروسيا معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. أعلن مفوض الثقافة والريادة السفير زمد التخلي بأن منتخبنا للدراجات الهوائية سيشارك في بطولة العالم للدراجات التي تستضيفها اسكتلندا في الفترة من الثالث وحتى 8 من أغسطس القادم. وأوضح بأن إريتريا تشارك في البطولة ب7 دراجين للكبار و3 دراجين لما دون سن 23، ويعتبر هذا العدد كبير مقارنة مع الدول الأخرى المشاركة. وقال السفير زمد في مقابلة مع إرنا إن إريتريا اصطفت في المرتبة 18 من بين 152 دولة في ترتيب منتخبات الدول التي أعلنها الاتحاد العالمي لسباق الدراجات الشهر الماضي للتمكن من المشاركة في بطولة العالم هذه السنة. وذكر أن من الفخر استحواذ إريتريا لهذه المرتبة متقدمة على الدول التي لها مراكز تدريب متطورة في سباق الدراجات، مشيرا إلى أن هذا النجاح نتاج الانتصارات التي يحققها الدراجون الإريتريون في المنافسات الكبيرة المختلفة. وأوضح بأن دعوة الدراج عوت أمان الفائز ببطولة إريتريا 2023 من الاتحاد العالمي لسباق الدراجات للمشاركة في إحدى مراحل طواف فرنسا يعزز دور إريتريا في هذا المجال. وأشاد السفير زمد التخلي بتشجيع المواطنين في الداخل والخارج للمتسابقين وعكس وسائل الإعلام المحلية لانتصارات الرياضيين. ويشارك منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية بالدراجين بنيام جرماي وهينوك مولبرهان ومرهاوي قدوس ومانئيل جبرز جابيهير ونتنائيل برهاني ونتنائيل تسفاسيون وداويت يماني في سباق الكبار المنظم في 6 من أغسطس. والدراجون أخليل أرفيني وناهوم زرعي وملكياس قدوس في سباق دون سن 23. وكانت إريتريا قد فازت بالميدالية الفضية عبر الدراج بنيام جرماي لما دون سن 23 عاما في بطولة العالم عام 2021. اتخذت مبادرة حل نقص الفصول الدراسية في مدرسة كازين بالإقليم الأوسط التي تخدم ضواحي كازين وعدريجيت وعدنجودا في مديرية سرجة. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ نغوسي تسفازكي أن المبادرة تشمل بناء مبنيين يضم 8 فصول دراسية ومبنى يضم مكتبة ومركز لدراسة الكمبيوتر ودورات المياه العامة. وأوضح مدراء الضواحي أن المبادرة يقوم بها السكان بتسخير طاقاتهم وأموالهم تعبيرا عن الاهتمام بالتعليم.
وذكر السكان بأن طلاب هذه القرى كانوا يذهبون إلى عازين لتلقي التعليم المتوسط، وستقدم المباني التي تشيد التعليم عن قرب لأبنائهم. يقوم سكان ضاحيتي أفتى وزولا في مديرية فورو بأنشطة النفير لتحويل السيول المنحدرة من الهضبة إلى مزارعهم، وذلك بدعم آلي يشمل العمل بناء الحواجز المائية التحويلية وإزالة الطمي من سد في المنطقة. وذكر مدراء الضاحيتين أن نصف الأراضي الزراعية لا يتم زراعتها بسبب امتلاء السد بالطمي، داعين الجهات الحكومية لتقديم الدعم لجهود المواطنين. وأفاد مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد صالح إبراهيم تحقيق تقدم جيد من الجهود المنسقة للمزارعين. يقوم مزارعو ضاحية فلكت بمديرية أفعبت منذ شهر يونيو الماضي ببناء حاجز تحويلي للسيول المنحدرة من الجبال إلى مزارعهم في منطقة الشيكة الزراعية. وأوضح المزارعون تنفيذ العمل بتسخير طاقاتهم وثيرانهم لإنجازه بالكامل بقدراتهم، ويحتاجون إلى الدعم الحكومي لبناء حاجز دائم. وتفقد مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب والمسؤولون في المديرية السير العمل، وشجعوا المزارعين لمواصلة العمل بقدراتهم حتى الاستجابة لطلباتهم. قدم فرع جمعية الإعاقة الذهنية والجسدية في إقليم القشبركة دعما عينيا لأسر ذوي الإعاقة الذهنية في مديرية قلوج. وأوضح مسؤول فرع الجمعية السيد كبدوم اسم اللاش أن الدعم شمل الأدوات المنزلية. ودعا أسر ورعاة ذوي الإعاقة الذهنية للاستفادة الجيدة من الدعم وفرص التعليم، مشددا بأن إخفاء المعاقين ذهنيا يعتبر انتهاك لحقوقهم. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. خلال قمة طارئة خصصت لبحث تداعيات الانقلاب، قررت إيكواس وقف كل المساعدات المالية للنيجر وتعليق المعاملات التجارية معها، وحظر السفر على المشاركين في الانقلاب، وإغلاق حدود البلاد. ودعت إيكواس إلى استعادة النظام الدستوري بالكامل في النيجر، وطالبت بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم. كما أشارت إلى أن الإجراءات العقابية ضد القادة العسكريين الجدد في النيجر ربما تتضمن عقوبات مالية وأخرى تتعلق بتقييد السفر ومنطقة حظر طيران. وبالتزامن تجمع آلاف المتظاهرين تأييدا للعسكريين الانقلابيين أمام سفارة فرنسا في نيامي قبل أن يتم تفريقهم بواسطة القنابل المسيلة للدموع. ونددت باريس بالتظاهرات، وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها، مهددا بأن باريس سترد فورا وبشدة. دعا الكرملين الاثنين جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الشرعية في النيجر بعد الانقلاب الذي أعطاها الرئيس المنتخب محمد بازوم الأسبوع الماضي. أعلن مسؤول مقتل 44 شخصا على الأقل وجرح العشرات في تفجير انتحاري خلال تجمع سياسي شمال غرب باكستان. واستهدف التفجير أحد الشركاء في الائتلاف الحكومي ويتزعمه رجل دين نافذ، وكان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار الحزب يتجمعون تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار القريبة من الحدود مع أفغانستان. وفي حصيلة جديدة قال وزير الصحة في ولاية خيبر بختونخوا رياض أنور لوكالة الأنباء الفرنسية إن 44 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100، وأضاف كان هجوما انتحاريا. لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية شن مؤخرا هجمات.
انتعش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام وفق ما أظهرت بياناته، لكن بقى معدل التضخم مرتفعا رغم تباطؤ ما زال يثير المخاوف إلى جانب الجمود الذي يطرأ على النشاط الاقتصادي الألماني. وذكرت وكالة يوروستات التابعة للاتحاد الأوروبي أن النمو في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا وصل إلى 0.3% خلال الفترة بين أبريل ويونيو، بعد تسجيل نمو نسبته 0 في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وعدلت الوكالة الأرقام للربع الأول بعد ما أفادت سابقا عن تراجع بنسبة 0.1%، ما يشير إلى انكماش تقني. وجاءت الأرقام بعد ما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بأن جمودا طرأ على إجمالي الناتج الداخلي الألماني بين أبريل ويونيو، رغم أن اقتصادي فرنسا وإسبانيا سجلا نموا أعلى من المتوقع. مشاهدينا، تابعنا تفاصيل النشرة والآن إلى أهم ما جاء فيها. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته الرسمية لروسيا. منتخب إريتريا للدراجات سيشارك في بطولة العالم التي تستضيفها اسكتلندا. مبادرات لحل نقص الفصول الدراسية في منطقة كازين بالإقليم الأوسط. دول غرب إفريقيا تفرض حصارا اقتصاديا على النيجر وتلوح باللجوء للقوة. عشرات القتلى بتفجير انتحاري في شمال غرب باكستان. انتعاش اقتصاد منطقة اليورو وتباطؤ التضخم في يوليو. هكذا سادة السيدات نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.